حب الذات، لكن حب الذات الذي ليس فيه أنانية، حب الذات الذي يجعلك تنتج، حب الذات اللي بيخليك تعزز قيمة نفسك لنفسك، حب الذات اللي بيخلي الإنسان يهتم بنفسه. طب اهتم فيها كيف؟ ما هو في ناس ماخذ الاهتمام بالذات إنه فقط أكلنا وشربنا ونمنا وسافرنا وقعدنا ولعبنا، هاي اهتمامك بذاتك. لا، بدك تهتم بذاتك. شو معنى كلام تهتم بذاتك؟ يعني الآن شو الفرق بين ما واحد يسرق قلم أو يهدى له قلم؟ شعرة اسمها الإذن. لما أذنت لي بالقلم صار هدية، لما ما أذنت صار غصب أو سرقة. هو شعرة دائما في بين الصح والغلط هو شعرة. الذي يدرك هذه الشعرة ويعرف هذه الشعرة تأخذ أمرك بالحلال. لو بتحب ذاتك راح تحرص إنك ما تطعمي نفسك إلا أكل مفيد. يعني سؤال، لو إجا واحد أكل رغيف سندويش خربان، شو هذا بضر بنفسه. أنا قاعد بضرب أمثلة بسيطة عشان أقدر أدخل في الموضوع، عشان بس نفهم نحدد الموضوع ككل ونفهم على بعض شو راح نحكي. لو إنسان أكل رغيف سندويش فاسد، أكل خربان، بنقول له شو هذا؟ جنان هذا. طب ليش بناكل الأكل اللي منيح وبنترك الأكل؟ لا، من حبك لجسدك، من حبك لذاتك، أن لا تأكل إلا طعاما طيبا، من حبك لذاتك. طيب لو واحد بأيام هالشتاء وإحنا شايفين الحمد لله رب العالمين الدنيا كيف برد وعندنا شتاء، وواحد طالع بشورت ونص كم، نقول يا زلمة أنت مجنون. طب ليش قلنا له أنت مجنون؟ استغربنا. ليش؟ لازم يتدفى. ليش تتدفى؟ من حبك لذاتك إنك تتدفى، عشان ما تنمغص، عشان ما تمرض، عشان فأنت حلو كويس بحب ذاتي. معناته لما أقول كلمة حب الذات مش معناها أمر سيء، لا. من حبك لذاتك تتدفى، من حبك لذاتك إنك تأكل، من حبك لذاتك إنك تشم هوا. بقول لك يا أخي والله نفسي ذايقة هيك وبدي أروح هيك أشم هوا. من حبه لذاته إنه أخذ ذاته يفسحها، شمم حاله هوا. يقول لك خلاص إحنا قاعدين ساكنين في الشقة، والله هيك يعني نفسي ضايقت، خليني أطلع أشوف الدنيا. شو هذا اسمه؟ من حبك لذاتك. طب صح ولا غلط؟ لا صح. ما أنت لازم تحب نفسك. فمن حبك لذاتك إنه أكل يكون مفيد وطيب وصحي، إنك تطلع تشم هوا. طب واحد بطنه وجع وسنه وجع، من حبك لذاتك إنك تسحب حالك وتروح عند الطبيب وبتعطيه فلوس، أو تروح على الصيدلي وبتعطيه فلوس. إذن هذا من حبك لذاتك إنك تعالج نفسك. من حبك لذاتك إنك تعمل عملية مرات. من حبك لذاتك، من حبك لذاتك تعمل فحوصات طبية، تقول والله بدي أشوف الدم، شو الكوليسترول عندي، إيش الدهون، إيش الكذا، بدي أشوف نفسي. كله هذا من حبك لذاتك. إذن حب الذات ليس أمرا سيئا. حب الذات مش أمر سيء، لكن بنفس الوقت زي ما حبيت ذاتك ورحت أكلت الأكل الصح ولبست اللباس الصح. يعني لو واحد بأيام الصيف ولو لابس الكبوت ولابس الشماغ ومتلثم، بقول له يا زمالك شو هذا؟ من حبك لذاتك في أيام الصيف تروح تلبس اللباس صيفي، كله حب لذاتك. لكن الفكرة بدي أوصل لها، من حبك لذاتك كما أنك أحببت ذاتك فلبست لباسا مناسبا وأكلت طعاما طيبا وعالجت نفسك إذ آلمتك، من حبك لذاتك لما بتعمل هدول كمل معروفك. شو أعمل؟ من حبك لذاتك ألا تدخل في عقلك إلا ما كان مفيدا. من حبك لذاتك، من حبك لأولادك اللي هم جزء من ذاتك، إنك ما تخلي أولادك يدخلوا إلى عقولهم إلا الأشياء المفيدة. أولاد اليوم قاعدين بقعدوا على التلفزيونات، وبتبلش هالفضائيات. أجلكم الله بتبلش من تجمع من هالفضلات وتحط بعقولهم. طب ده أسألك سؤال، أنت لو شفت ابنك بوكل من الفضلات تقبل؟ أعوذ بالله. أنت لو أنت نفسك اللي بتسمعني تقبل إنك أنت تأكل؟ أعوذ بالله. شو أكل واحد يفتح أجلكم الله يعني يفتح حاوية مثلا ويبدأ يأكل قماء؟ أعوذ بالله. شو هذا؟ ما هو العقل نفس الشيء.
من حبك لذاتك لا تأكل إلا طعاما طيبا، من حبك لذاتك لا تدخل في عقلك إلا الكلام الطيب. اللي بيسمع للغيبة تماما زي اللي ماسك له رغيف سندويش ريحته طالعة. ربنا اللي بيقول مش أنا اللي بقول. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. يعني تخيل واحد يعزم أصحابه على عزومة وشايل هالصدر وفايت عليهم. إحنا متوقعينه منسف، إحنا متوقعينه زرب، إحنا متوقعينه لحم مشوي، إحنا متوقعينه خروف، إحنا متوقعين جوعتكم أنا عارف بالعمد المو هذا كله. إحنا متوقعينه سمك، إحنا متوقعينه. لما حط الصدر حيش السامعين على الطاولة شوفي ولا عبارة عن جثة ممددة. أعوذ بالله، إشي تقشعر له الأبدان. جثة ممددة ويلا يا شباب تفضل على الميسور، ولك أي ميسور هذا. أعوذ بالله، إشي مقرف. ما هو ربنا قال لك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ما هو من حبك لذاتك أنك لا تأكل إلا طعاما طيبا، ومن حبك لذاتك ألا تدخل عقلك إلا كلاما طيبا. ما تدخل في عقلك إلا الكلام الصح. اللي قاعدوا مجلس كله غيب ونميمة انتوا هيك عملتوا. وين حبك لذاتك؟ أنا بدي أنمي فيك حبك لذاتك. أنا قاعد بحلقة اليوم بدي أنمي فيك حبك لذاتك. غلط اللي بيقول لك حبك لذاتك أنانية وتخلى عن ذاتك. لا، ليش تتخلى عن ذاتك؟ غلط. لازم تحب نفسك. يجب أنك تحب نفسك. حبك لنفسك بوديها على الخير. ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شو معناته؟ أحبوا أنفسكم فلا تلقوا بها إلى التهلكة. هاي معنى الكلام. أنت لما تكون شغلة عايفة بتزتها من إيدك، لكن لما ربنا قال لك لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، ليش ما ألقيها؟ لأنك بتحب نفسك. فحبك لذاتك إنك ما تدخل بعقلك إلا شيء صح، ولا تدخل بعقل أولادك إلا الشيء الصح. فإحنا من حبك لذاتك إنك ما تدخل برأس ابنك ولا برأسك إلا ما كان مفيدا. لكن الأشياء زبايل الدنيا هاي اللي وخاصة في الإعلام، ويا سلام يا سلام الإعلام. يعني الإعلام بيولي الطاقة. من حبك لذاتك ولولدك ولنفسك ولزوجك إنك ما تدخل في رؤوسهم من هذه القمامات التي تذاع. اقرأوا لأبنائكم عن العظماء والكرماء والأولياء حتى يكونوا زيهم يشبهوهم. قولوا إن شاء الله.